الله 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 الله. أشهد أن لا إله إلا الله. في ظهيرة سعوان عاصمة العواصم هجم الموت من النافذة، وما خرج من الباب سوى بعض التلامذة. لم يكن الموعد المضروب مصادفة على الأقل من جانب واحد، ولم يكن القاتل هو المطلوب لعدالة الصحة، بل المقتول كان طفولة سيقت عنوة فصولها إلى المشرحة. في سعوان لم تكن المدارس في تجمعها ثلاثا سوى هدف دسم وحصة رسم لحلف حزم معتصف. وحين ألقى الفنان المحلق آخر حصصه وأولى غصصه، غدت قاعات الدرس لوحة نارنجية لطيار تشكيلي محترف. بكل تأنق وبلا قلق كان القاتل المحلق الفنان، ريشته الأشلاء يغمسها في شرايين الصغار. وفي إجمال الحديث عن لقاء القاتل بالأطفال، كان التدشين لائقا بعام خامس، حطم العدوان رقما قياسيا له في سجل سنين 4. هو ذا يكمل لوحة استهدافه الطفولة بتوقيع مميز. طالبات أسرة الريمي في عصر قطعهن قبيل ذهابهن إلى المدرسة. وفي مدرسة الفلاح بنهم خلع حذاء شروق منتزعا روحها في طريق عودتها منها. وصغار ضحيان أضر بهم 50 حين جنب باصهم. في جريمة سعوان تجلى في الصغار تفنن الطيران، لا يرسم طياروه فقط بل ينحتون أيضا، يثكلون أمهات، يطرقون الأكباد بالفلذات، يقهرون ذا الشيبة ويستقوون على الجدات. يفرقون بين المرء وولده، ويجمعون بينهما على المائدة، مائدة الموجعة والموجدة. لن تسر الأسرة ما استصعب على الموجوعين كتمه، وما تزال الحصيرة في ثاني الأيام تنتقل من خانة 90 إلى ثلاجة 14. تركت الحقائب، وليس من متحسر أن لو كانت اليونيسف مطبوعة عليها. وبقيت بعد الأمس والدرس حسرات يد صغيرة تنقب عن فردة حذاء شقيقتها لتحتفظ بها ذكرى. زرنا مشفى واحدا ممن أسعف إليه المصابون. كانت فصول الدراسة قد انتقلت هنا بلا كراسي ولا كراس. التم جمع أولياء الأمور والأشلاء والدم. وذاك محدودب على جثة صغيرته، وأشيب وصل للتو يبحث عن مفقودته. هذه بنت ما وآخر غيبه عن اللحظة مرأى بقايا بزيته. لم تكن القضية تشابه على لوجستي أمريكا وبريطانيا لون زيتية الزيت المدرسي، بل المسألة أدمى والمساءلة أنكى بأي ذنب قصفت.
حبش كذا. الو دي ما حبش كذا يا احمد. يا محمد يا محمد يا